السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ مع طاجن البامية من كذا ميزة وصفات وأكلات. وتعالوا نشوف عملنا أحلى طاجن بامية بأبسط طريقة في خطوتين اتنين بس. معايا حاجة على النار، نحط فيها معلقة السمنة وشوية زيت حبايبي عشان كل طبخة بتحب اللمعة شوية. هندوبها شوية، مجرد ما تنزل ما تسيح خالص أنا مقطعة اللحمة بتاعتي مكعبات صغيرة جدا، قد اللقمة بالظبط، قد قطع البامية أو قد البامية بالظبط. شايفين الحجم الصغنن ده؟ اللحمة شطفتها قطعتها، هنزل مع السمنة، هتاخد صدمة، تشويح تشويح تشويح، بسيطة جدا، أكلة ولا أروع، حاجة تحفة بجد. هقلب فيها شوية لحد ما لون اللحمة بتاعي ياخد لون بني شوية كده، او نحس ان هي احتفظت بالدسامة بتاعتها جواها. مجرد ما لونها يبدأ يغير معايا كده، شايفين اللون؟ وسعولي كده شوية بقى في النص، انزل ببصلاية مبشورة متقطعة مفرومة، اي وضع انت بتحبي تقطعي بيه البصلاية. مكوناتها بسيطة في خطوتين، ولا تسبيك ولا اي حاجة. فص توم، نحط بهاراتنا بقى، كل البهارات اللي انت بتحبيها. فلفل اسمر، سنة كزبرة يا جماعة بتفرق في الطعم كتير، بتفرق في الطعم بجد كتير، بتمنع الزفارة في اللحمة، بتخلي الحاجة طعمها حلو. دي 11 بهار، رهيب رهيب رهيب. اللي بيحب البهارات الشديدة يا جماعة جيب 11 بهار ده، تحفة. بكاوي صغيرة كده بس جميلة جدا. هقلب تقلبتين وعلى نار هادية خالص خالص خالص، ههدي عليها على الآخر، هغطي عليها لمدة نص ساعة. هي هتنزل مية وهتتشرب المية بتاعتها أو هتتبخر المية بتاعتها، ونرجع لها بعد نص ساعة هتشوفوا هنعمل فيها ايه. شوفوا حبايبي شكلها بقى عامل ازاي، شبه اتعصجت. تمام، هي قطع صغيرة فمش هتاخد سوا كتير. هختبرها بقى بحتة لحمة صغيرة كده، عشان خاطر أنا عايزاها نص سوا في المرحلة دي، نص سوا. بحرف السكينة كده هغزها، مجرد ما السكينة بتخش فيها كده هي كده نص سوا. تمام. طبعا انا قلمت الباميه بتاعتي، شطفتها شطفه جميله كده، ما تكتريش في شطف الباميه عشان ما تعملش مزلقه. الباميه بتاعتي هنزلها كده بشويش، ونحط بقيه مكوناتنا. اضرب القف اقفل الحله اجري، الطبخه استوت. دي صلصه انا كنت عاملاها مفرزاها بس فككتها عشان خاطر استعملها. هتحطي بقى شفشق طماطم مفيش مشاكل، قرن فلفل حلو حراق كده مع واحده ماجي عشان تظبط الطعم كده وتبقى حاجه طعمها حلو خالص. تنسيش الملح، ما تكتريش الملح عشان انت حاطه ماجي. ولسه فيه هنحط مرقه، المرقه برضو فيها نسبه ملوحه، فما تبقاش الاكله بتاعتنا حد. بس هنقلبها تقليبه صغيره. الباميه ما بتحبش تتقلب كتير يا جماعه عشان برضو ما تنزلش الماده الزلاليه بتاعتها. بس خلاص كده. كوبايه مرقه حلوه صغنطوطه كده معانا، كنت مفرزاها شايلها في الفريزر، جميله، بتاع بط حلو قوي كده وجميله وسمينه. اقفلي عليها، هنسيبهم يتسبكوا مع بعض وهنشوف احلى باميه كلتيها في حياتك كلها. شايفين التسبيكه بقت جميله ازاي؟ ممكن طبعا انت مش عايزه تحطي الصلصه، ممكن يعني تحطي نص شفشق طماطم مضروبه في الخلاط على طول. معانا بقى الطاجن بتاعنا، هناخدها نحطها تاخد وش حلو كده محترم زي ما انتم شايفين كده. هنحطها بقى تحت الشوايه 10 دقايق كده، تاخد طعم وريحه الفخار الجميل بتاعنا ده. ما تنسونيش في اشتراك ولايك من قناتي كذا ميزة وصفات وأكلات. عملت لكم طاجن البامية في خطوتين، شايفين؟ رهيب رهيب ما شاء الله تبارك الله. اشتراك ولايك، بحبكم جدا، والسلام عليكم.